صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكون اموركم بخير وعلى خير. وصفه ديال اليوم كيف ما شفتوا معايا هي وصفه ديال تحضير الزبده. هاد الوصفه اللي دارت ضجه مؤخرا في معظم وسائل التواصل الاجتماعي، قلت نجرب الطريقه ونشاركها معكم. المهم هي وصفه كانت ناجحه 100% واقتصاديه، وحتى النتيجه كانت اكثر من رائعه. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لاغلب القنوات اللي شاركوا هذه الوصفه خداو نفس المعيار اللي عبروا به الحليب، هو اللي عبروا به الزبده، هو اللي عبروا به الزيت. انا درت واحد شويه ديال التغييرات، يعني خديت القياس ديال الحليب، نقصت على داك القياس تقريبا واحد جوج الاصابع، هو اللي خديته زيت، ودرت تقريبا واحد الكاس وربع ديال الزبده دافيه، يعني كندوبها وكنخليها جانبا تدفى. ما يمكنش لينا نستعملوا الزبده تكون سخونه في هذه الوصفه، لانه غادي تخسر لينا الوصفه ديالتنا وما غاديش تنجح. بالنسبه للحليب اللي غادي نستعملو خصو يكون حليب كامل الدسم، يعني حليب طري، وما نكونوش مغليينه من قبل. يعني الحليب اللي كنشريوه ديال العبار ديريكت من عند السيد نصوبوا به الوصفه، ما نغليوهش. واحد الملاحظه اخرى نسيت ما قلتهاش لكم، بالنسبه للزبده اللي كنستعملو راه هي اللي كتحكم لينا على الزبده اللي غادي نتحصلوا عليها. يعني الا بغينا زبده حيوانيه، كميه ديال الزبده حيوانيه، راه خصنا الزبده اللي غادي نذوبو خاصها تكون زبده حيوانيه بحال الشكل ديال بدويه اولا نيوزيلاند. بغينا زبده عاديه بحال البواطه اولا المارغرين، راه غادي نستعملوا علبه ديال البواطه الزبده ديال البواطه اولا مارغرين. صافي هنايا بالنسبه للطريقه، اول حاجه غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخلط فيه. بالنسبه لكم ممكن تستعملوا غير الخلاط الكهربائي العادي ديال العصير. انا هنا خديت هذا الاناء والميكسور غير باش نشارك معكم القوام ديال الزبده كيف ما غادي نتحصلوا عليه مرحله بمرحله. اما الا بغيتوا تجنبوا الروينه، من الاحسن انكم تستعملوا الكاس ديال العصير. بالنسبه للميكسور راه كيرون واحد شويه، لانه الخليط كيبدا كيطرش لكم كيف ما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو، كيبقى كيطرش لكم من الجناب. صافي هنايا غادي نضيف الكميه اللي عندي ديال الحليب، واول حاجه غادي نبدا بها هي الحليب. غادي نخلطو مزيان مزيان حتى كنتحصل على واحد الرغوه اللي كتكون كثيره كيف ما غادي تلاحظوا معايا. يعني غادي نخلطو بهذا الشكل هذا، ما حدنا كنخلطو فيه ما حد ديك الرغوه كتكون لينا. صافي كيف ما لاحظتوا معايا فاش كنوصل لهاد المرحله هذه غادي نضيف الزبده كيف ما سبق ليا وقلت لكم تكون زبده اللي دافيه. ما يمكنش نستعملوا الزبده يعني غير نسخنوها عفوا تذوب ونضيفوها وهي باقيه سخونه. خاصنا اول حاجه نذوبوها ونخليوها جانبا باش تبرد. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا راه الزبده كيف ما كنضيفها وكنبدا كنخلط كيبدا الخليط ديالي كيعقد بحال الشكل اللي كنطلعوا المايونيز. هنايا غادي نضيف الملحه، ضفت غير واحد شويه باش نسمها، لانه هاد الوصفه نقدر نبغي نستعملها في الحلوى اولا في الكيك، ما خصهاش تكون مالحه. ضفت كذلك الكميه اللي شاركت معكم ديال الحامض وديال الخل الابيض. بالنسبه لهاد جوج مكونات راه هما اللي كيعقموا لينا الوصفه ديالتنا. وغادي نستمر في الخلط ديال باقي المكونات. صافي غادي نخلطهم مزيان مزيان حتى ينسجموا ليا. ودابا غادي نضيف ديك الفراره ديال الحليب. بالنسبه للفراره ديال الحليب الا ما توفراتش ممكن ما تستعملوهاش. انا ضفتها هنايا غير باش تعزز ليا ديك المذاق ديال الزبده وباش تقوي ليا الماده الدهنيه اللي عندي فيها. صافي هنايا كنبقى كنخلط وكنقطع كنخلط وكنقطع، يعني ما كنبقاش قابطه الميكسور مره واحده. خاصنا نخدموه شويه ونطفيوه، نخدموه شويه ونطفيوه. هنايا من بعد ما نساجموا ليا هاد المكونات بديت كنضيف في الزيت شويه بشويه، يعني الزيت ما كنضيفوهش كله مرحله واحده، كنضيف تقريبا الربع وكنخلط حتى كينسجم، عاد كنستمر في الاضافه ديالته. كيف ما سبق ليا وقلت لكم يعني ممكن انكم تصاوبوا هذه الوصفه هذه غير في الميكسور ديال الكاس ديال العصير الا بغيتوا تجنبوا الروينه. يعني انا هنايا شاركت معكم هذه الطريقه هذه باش نشارك معكم المراحل ديال التحضير مرحله بمرحله. اما من الاحسن انكم تستعملوا الكاس ديال العصير باش ما ترونوش الدنيا ويطرى لكم كيف ما طرى ليا، يعني كل ساعه كيبقى كيطرش لكم الخليط من الاناء. صافي هنايا ضفت اخر كميه من الزيت اللي كانت عندي، كيف ما كتشوفوا بانه الخليط راه كيولي كيلمع واللون ديالو كيولي فاتح. بالنسبه الى بغينا نتحصلوا على لون ديال الزبده اللي كيكون صفر واحد شويه، ممكن اننا نضيف واحد شويه من الملون الغذائي.
انا في الاخر ديال المرحله غادي نشارك معكم الكميه ديال الملون الغذائي اللي ضفت. صافي هنايا غادي نكمل الخليط ديالي كيف ما شفتوا راه نساجم هنايا. بالنسبه للقوام اللي كنتحصلوا عليه ديال الزبده كيكون بهذا الشكل هذا، يعني بحال الشكل ديال الكريمه، كيكون منسجم. هذا هو القوام ديالو، كيبان لكم راه سائل ولكن فاش كيدار في الثلاجه راه بطبيعه الحال كيتجمع. هنايا استعملت الملون الغذائي الخاص بالشكلاط، وغادي نخلطو مع الزبده ديالتي اللي وجدت. هذه غير اضافه الا بغينا نتحصلوا على لون اللي كيكون صفر واحد شويه. من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان حتى انسجم ليا داك الملون الغذائي، كان هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. صافي هنايا الزبده ديالتي وجدت في التحضير ديالها. غادي نجيب العلبه اللي غادي نكب فيها هذا الخليط ديالي باش نديرها في الثلاجه تجمع. هنايا انا راه خديت غير علبه ديال الحليب عادي، يعني الحليب اللي كناخذو عادي من الحانوت، هي اللي غادي نحلها. بطبيعه الحال راني غسلتها ونشفتها، وغادي نكب فيها هاد الكميه ديال الزبده. بالنسبه لهاد العلبه هذه راه ما قداتنيش كاملها، يعني كيف ما غادي تشوفوا معايا خديت هاد العلبه وكذلك بواطه ديال التزاج، يعني تبارك الله خرجت كميه لا باس بها من الزبده. صافي غادي نكبها بهذا الشكل هذا. نحاولوا اننا نكبوا الخليط ديالنا بشويه بشويه باش ما تضيعش لينا. ومن بعد غادي نضرب شي شويه الكرتونه ديالتي مع سطح العمل باش نخويها من اي هواء تجمع فيها، باش فاش تجمد ليا الزبده ما نلقاش فيها دوك الفراغات. صافي غادي نجيب العلبه ديال الزاج وغادي نكمل في هذيك الكميه ديال الزبده اللي بقات ليا. يعني تقريبا هاد الكميه اللي شاركت معكم تحصلت بها تقريبا على 1 كيلو الا ربع ديال الزبده. صافي بنفس الطريقه يعني غادي نكب هذاك الخليط اللي بقى ليا كامل، وغادي نحاول انني حتى العلبه ديالتي غادي نضربها شويه مع سطح العمل باش نقاد لها الوجه ديالها، وفي نفس الوقت باش نفرغها من داك الهواء اللي كيتجمع فيها فاش كنكونوا كنكبوا في الخليط ديالنا. صافي هنايا طرفتها واحد شويه، وغادي نضربها كيف ما قلت لكم شويه مع سطح العمل غير واحد شويه، وغادي نسدها ونحطها حتى هي في الثلاجه باش تجمد. بالنسبه لي انا هاد العلب ديالي راه حطيتهم في المجمد باش نشارك معكم، باش دغيا توجد لي الوصفه ونشاركها معكم. تقريبا غير واحد الساعه د المكانه وجبدتهم من المجمد، كانت هذه النتيجه ديالتهم. بالنسبه لهاد العلبه الصراحه صدقات زوينه، يعني اولا الزبده ما كتلصقش فيها، يعني دغيا كديمولا منها. وثانيا حتى الشكل ديالها كيخرج منظم وكيخرج زوين بحال الشكل ديال الزبده اللي كنشريو من المحلات. صافي هنايا غادي نحاول انني نقطع هاد الكرتونه غير بشويه كيف ما لاحظتوا معايا. ها هو الشكل ديالها. هنا راه واخا هكاك راه مازال ما جمداتش مزيان، قلت زعما نشاركها معكم هكا باش دغيا نقطعها ونديرها الدوب باش نشاركوا حتى النتيجه ديالتها. صافي هنا غادي ناخذ واحد الكميه من الزبده وغادي نديرها في مقيله ونديرها الدوب باش نشوفوا النتيجه ديالتها، يعني واش كتذوب معنا دغيا فوق البوطه او لا، زعما واش الوصفه ديالتنا ناجحه ولا لا. صافي الحمد لله الوصفه كانت ناجحه 100%. كيف ما لاحظتوا معايا الزبده دغيا كتذوب، ما فيها لا تكتلات لا زعما ما كيتعزلش لينا فيها شي حاجه نقولوا راه غادي تعزل لينا الحليب ولا غادي تعزل لينا الزيت، كتذوب عادي بحال الشكل ديال الزبده اللي كنشريوها واجده. كانت هذه النتيجه ديال الزبده اللي صوبت معكم. نتمنى انه الوصفه تكون نالت اعجاب ديالكم. الى اول مره تزوروني في القناه ما تنساونيش بلايك واشتراك، وإلا كنتم من المشتركين في القناه ما تنساونيش بلايك وبارطاج. شكرا، والى وصفه قادمه ان شاء الله.